السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام. قبل ما تستخدمي الطواجن انت شارياها، شوفي الفيديو ده واعرفي ازاي تقدري تحافظي على الطواجن بتاعتك من التلف وتخلي عمرها اطول معاكي. اولا هنجيب الطواجن بتاعتنا من غير ما نلمسها خالص واحنا لسه شاريينها، وهندهن الطواجن كلها بالزيت. ممكن نستخدم اي نوع زيت، لكن هو يفضل استخدام زيت دوار الشمس لانه بيستحمل الحرارة. هنجيب فرشة وهندهن الطواجن بتاعتنا بالزيت، ودهان الطواجن هيكون داخلي فقط، يعني هندهن كل الطواجن بتاعتنا من الداخل فقط، لكن مش هندهنها من الخارج. ونهتم اثناء ما احنا بندهن الطواجن ان احنا نبقى حاطين كمية زيت كافية، ونتأكد ان كل جزء وركن في الطاجن بتاعنا اتغرق بالزيت. طبعا الدهان كله عن طريق الفرشة، مش معنى كده ان احنا هندلق زيت جوه الطواجن. كده احنا دهنا الطواجن، هنسيبها مكانها كده تاخد ليلة كاملة بايتة. لو انتي دهنتي الطواجن دي في النهار ممكن تسيبيها 4 ساعات على الأقل، انما لو دهنتيها بالليل سيبيها ليلة كاملة بايتة في الزيت. كل ما تبات في الزيت كل ما بتشد اكتر وبتبقى اقوى وافضل. هنسيبها بقى كده لغاية تاني يوم، والصبح بقى نشوف هنعمل فيها ايه. وكده الطواجن بتاعتنا تاني يوم. دلوقتي هنشغل الفرن بتاعنا 10 دقايق يسخن، واول ما يسخن هنقفل النار وهنحط الطواجن بتاعتنا في الفرن، وهنسيبها لغاية ما حرارة الفرن تبرد والطواجن جواها. هنشوفها بعد ما نطلعها من الفرن. وكده الطواجن بعد ما حرارة الفرن بردت عليها وطلعناها من الفرن. دلوقتي هنعمل فيها ايه؟ هنغسل الطواجن بتاعتنا عادي خالص ونستخدمها. زمان كانوا بيعملوا الطريقة دي، بس بيدهنوها زيت وينقعوها طول النهار في الشمس على السطح بتاع البيت. طبعا علشان مش كلنا نقدر نحط حاجتنا في الشمس، فاحنا عملناها بطريقة الفرن. المهم ان الطواجن تتعرض مع دهان الزيت لحرارة شديدة، ده بيشد من تقل الطواجن بتاعتنا وبيخليها اقوى. كمان في معلومة، لو انت عملتي حاجة في الطاجن ولزقت منك، بلاش تنقعي الطاجن في الحوض او في المية كتير. حاولي تحطي فيه مية سخنة. بمجرد ما تلاقي الحاجات اللي لازقة مكان الحرق بدأت تطلع من الطاجن، اغسلي الطاجن بتاعك وشيليه. كل ما تستخدمي الطاجن بتاعك اغسليه فورا وشيليه. المية الكتير اللي ممكن يتنقع فيها الطاجن بتأثر على الطينة او الحاجة اللي هي متصنعة منها الفخار ده، اللي هو ما يستحملش المية كتير، يخليه بوش ويدوب ويبوظ مننا. كمان احنا لو هنستخدم الطاجن بتاعنا في الفرن مفيش مشكلة، تقدري تحطيه في الفرن عادي. انما لو هتستخدميه على البوتاجاز من فوق ما تعرضيهوش لنار مباشرة. خلي في حاجز بين النار وبين الطاجن بتاعك، يعني حطي تحت منه شياطة، بحيث ان النار المباشرة لما بتبقى طالعة على الطاجن برضو مرة ورا مرة بتحرق لك الفخار بتاع الطاجن بتاعك، وبتأذي الطاجن وتخليه مرة ورا مرة يتفتت ويبوش. لكن لو هتستخدميه على النار من فوق، حط الشياطة، مجرد الحرارة اللي خارجة بس هي اللي واصلة للطاجن، لكن النار المباشرة مش واصله له. بكده تقدري تحافظي على الطواجن بتاعتك لفترة طويلة جدا، وتقدري تعملي فيها كل اللي انت عايزاه. كده خلص الفيديو بتاع النهاردة، واتمنى ان يكون عجبكم. ولو عجبكم الفيديو هستنى ان انتوا تعملوا شير ولايك للفيديو، وتدوسوا على زر اشتراك وتفعلوا الجرس لو حابين يوصلكم مننا كل جديد. تقدري تستخدمي الطواجن في رمضان واعملي الطريقة دي وهتدعيلي. واترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.